بكم بداية موسم نارية للبطولة المحلية الأردنية بماتشين الحسين والوحدات، كأس السوبر الأردني ذهابا وإيابا لمن سيكون الانتصار. حتى بداية الدوري كمان نار يا حبيبي نار. عموما ارتفاع بشكل ملحوظ للقيمة السوقية في البطولة المحلية وللدوري الأردني وللبطولة المحلية، نظرا للتنافسية العالية، نظرا للصفقات الكبيرة، نظرا كمان لأن البطولة الأردنية هيبقى عليها العين، لأن منتخب بلادها هو المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل بصورة مباشرة لكأس عالم. مش كده كمان، احب اقول لك ان اندري انريكيو بمصطفى ويزيد ابو ليلى في الحسين، وعندك كمان ليوين وجيمي ساج، ومعاهم كمان 2 عناصر محترمين قوي، هادي الحوراني وابو الدهب في الفيصلي، وعندك وجدي نبهان، وعندك الفخوري وسومارين، ومعاهم كمان ابو جاموس في الوحدات. ارتفاع التنافس على مستوى وصعيد الأندية هيخلي البطولة من نار يا حبيبي بمشيئة الرحمن، والكل بيصب في مصلحة التيم الأكبر، الكل بيصب في مصلحة الهدف الأسمى، هو منتخب النشامة العظيم برجالي بمشيئة الرحمن. عموما صديقي وعزيزي المشاهد، نو كومنت وعربيه نقل محمله علامات استفهام على تصنيف الفيفا. ازاي يكون المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل بصوره مباشره لكاس عالم يتراجع مقعدين في التصنيف الدولي للفيفا؟ ازاي يبقى التاسع اسيويا وهو اساسا افضل منتخب في اسيا بعد اليابان مباشره؟ ازاي منتخب بيتأهل لكاس عالم بصوره مباشره ما يبقاش ليه نقاط اضافيه وحافز ليه نتيجه التأهل بصوره مباشره؟ ازاي منتخبات اقل منه في التصنيف، اقل منه في المستوى واعلى منه في التصنيف؟ حقيقي نو كومنت. هل بتاخدوا التصنيفات في البنيه التحتيه والملاعب والمنشآت؟ طب قولوا لنا عشان نعمل ملاعب ومنشآت. الموضوع ازاي؟ المنتخب الاقوى فنيا وتكتيكيا ومهاريا في اسيا على الاطلاق من وجهه نظر الشخصيه، ابعد اليابان، الاردن رقم 1 في اسيا بعد المنتخب الياباني على طول. عموما صديقي وعزيزي المشاهد، التصنيف مش هيفرق كتير. تقول لي ازاي؟ هقول لك مش هيفرق كتير. المنتخب الاردني معروف انه هيبقى في كاس عالم في التصنيف الثالث بمشيئة الرحمن دون ادنى شك بنسبة كبيرة على الاطلاق. لا البطولة العربية ولا الماتشات الودية هتفرق كتير في التصنيف ده من وجهة نظر الشخصية. انت محتاجها علشان الاحتكاك القوي، علشان تسيب بصمة واضحة في المونديال، عشان تقدم نسخة استثنائية من اللاعب النظيف في البطولة العربية، ونسخة استثنائية يتحاكى بها التاريخ في كاس عالم. فقط ماتشات واحتكاك قوي هو الهدف الأسمى. أثناء التوقفات في الموسم ده تحديدا للبطولة الأردنية يجب على الجميع التكاتف من أجل منتخب النشامة، هو المنتخب العظيم في الكرة. يعني التصنيف مش هيفرق من وجهة نظر الشخصية. الأردن تأهلت بصورة مباشرة لكأس عالم، وده شرف عظيم ويكفي لكل الجماهير الأردنية. المنتخب الأردني بيمتلك مواهب محترمة قوي في الكرة، بيمتلك عناصر جيدة قوي في الكرة، بيمتلك مدرب محترم. أعتقد بنسبة كبيرة إن شاء الله بإذن الله الأردن قادرة على التأهل بنسبة 100% للفينال في بطولة آسيا والحصول على اللقب. الأردن قادرة بنسبة كبيرة قوي عن ترك بصمة واضحة في المونديال، وأنا بقولها من دلوقتي، الأردن بطل آسيا 2027 بالسعودية، والأردن هيقدم ملحمة من اللاعب ومن اللاعب النظيف في كأس عالم بصورة فوق الخيال، بصورة تسعد ملايين الأردنيين دون أدنى شك. إن شاء الله بمشيئة الرحمن ماتشات الأردن في البطولة العربية، وإن شاء الله ماتشات الأردن الودية كلها قبل بطولة كأس عالم، وإن شاء الله كل التحضيرات سنوفيكم بها أول بأول يا حبايب قلبي.